السلام عليكم متتبعاتي الغاليات، ومرحبا بكم وبكل المتابعين الجدد المنضمين في قناتكم شهوات ام ايمان. وشكرا لكم بزاف على التشجيع والدعم. كنتمنى نكون في حسن الظن ديالكم. وصفه اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هذا الملوي اللي كيجي رائع، كيستحق تجربه بالزيتون الاسود. ندوزو للمقادير على بركه الله. عندي هنايا دقيق الفينو باش نفرق. عندي هنا الزبده والزيت، الزيتون مطحون، الزيت باش غادي نسرح. عندي هنا شويه ديال المورتاديلا وشويه ديال الفرماج الاحمر، اي فرماج تقدروا تستعملوه. عندي الزعتر والخميره معلقه صغيره. هنا عندي في قصريه غادي ندير نص ديال الكميه، يعني زلافه كبيره ديال الفينو، زلافه كبيره ديال الدقيق الابيض، وقلنا معلقه صغيره ديال الخميره. هنا غادي نخلط هذيك الحشوه. غادي ندير الزيتون الاسود اللي مطحنته مزيان وغسلته بشويه الملح والمرتديله واي فرماج عندكم تقدروا تستعملوه. هنا درت هذاك الزعتر، كنخلط هذيك الحشوه. هنا درت الخميره، ضروري كندير انا الخميره في الملوي حيت باش ما كيضرش في المعده. وشويه ديال الملحه، راعيو الملحه اللي يحس الزيتون كيكون مالح، الفرماج مالح، مرتدله حتى هي، مهم راعيو حسب الملحه وصافي. هنا كنخلط المدافع عادي وكنعجنها، كنجمعها ندلكها مزيان. العجينه ما تكونش قاصحه، تكون شويه مرخوفه. كنديرها في بلاستيكه باش تزيد تدلك ترتاح. ومن بعد غادي نقطعها لكويرات. هنايا قطعتها كويرات ودرت عليها السلوفان باش تعاود ترتاح مره ثانيه. وغادي ندوزو نبداو نسرحو. هي بعد ما ارتاحت راه كتجي ساهله في التسراح. كنسرح مزيان حتى كيبان سطح ديال العمل من العجينه هكايا. ترقوها مزيان باش ما يجيوناش هذوك الوريقات ديال الملوي غلاط. ضروري من هذه العمليه ترقاق مزيان. صافي. وكندير هذاك الزيتون كنطوي الطويه الاولى، الطويه الثانيه كندهن بالزيت والزبده وواحد رشيشه خفيفه من بعد ديال داك الفينو. نعاود نطوي. صافي. ونبدا نطوي بحال هكايا، نخليها مرخوفه ما تكونش مزيره. نخشي هذوك الودينات هكايا صافي ونحطوها ترتاح. نعاودو الكويره الثانيه.
ونطوي صافي، ونحطها باش تجيني ترتاح مزيان، باش تجيني سهله في تقراص. الا كانت العجينه جات مرخوفه، راه كديروا كتستعملوا هاد الورق. الا شاده راسها راه ما كاينلاش، ما محتاجاش، كتهزيها غير بيديك صافي وكتحطيها في المقله. وكنبقى نقلبها على هذا الشكل حتى كنحس بهم طابو. ما نجهدش عليهم البوطه، كيطيبوا غير بشويه عليهم باش ماشي تحرق من الفوق ويبقى خضر من الداخل، غير بشويه البوطه ناقصه. انتما كتشوفوا هاد المقله الثقيله راه كتشد الحراره مزيان. صافي كنبقى نقلبها على هاد الوجه ومره على الوجه الاخر حتى كنحس بها طابت مزيان. ها هو راه كيتفرق، راه كيجي رائع هاد الملوي. ان شاء الله جربوه غادي يعجبكم، وبصحه والعافيه. وما تنساوش واحد لايك وواحد تشجيع زوين بحالكم ان شاء الله، باش نستمروا في تقديم كل ما هو جديد ولذيذ.